السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هجاوب فيه على كل الأسئلة اللي انتوا سألتوها ليا، وانا ما اتضايقتش من الأسئلة ولا حاجة. كل الأسئلة جميلة جدا وموضوعية، وهجاوب عليكم كلها بالتفصيل، لكن هقسمها لنوعين: نوع أسئلة بيسأل عني شخصيا، والنوع التاني عن القناة. هجاوب لكم على كل الأسئلة. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. اللهم انصر أهلنا في غزة، ما تنسوهمش من دعائكم يا جماعة. في البداية أنا مين وساكنة فين؟ أنا اسمي جهاد شوقي الحديدي من مصر. عايشة في دولة مصر في محافظة الدقهلية. لو حد من المنطقة اللي أنا فيها دي ينزل يكتب لي ويقول إن هو منها برضو، ويقول لي برضو اللي بيتابعوني ويشوفوا الفيديو يقولوا لي انتوا منين، عايزين نعرف يعني الفيديو ده جمع بلاد منين وكده، يعني عايزين نتعرف على بعض. في الأول زي ما قلت لكم أنا اسمي جهاد، وأنا متزوجة وعندي أم لطفلين، ولدين. ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، ويبارك في كل أطفالنا. أنا درست إيه يا جماعة؟ أنا خريجة كلية تربية نوعية، قسم إعلام تربوي. الدراسة بتاعتي أصلا مختلفة، يعني هتحسوا إن أنا أصلا في الأول يعني مش مختلفة، يعني بالمعنى هتحسوا ان الميول المختلفة او الاتجاهات بتاعتها مختلفة. الحمد لله، يعني يعتبر يعني انا كنت طالبة متفوقة الحمد لله، ودخلت ثانوية عامة وكنت قسم علوم، وكمان كانت ميولي يعني متجهة للعلم علوم. انا دخلت علم علوم لحبي فيها، مش لاني دخلتها مثلا عشان ادخل كلية قمة او كليات اللي هي كليات مثلا طب صيدلة وكده. طبعا كلنا بتبقى طموحنا كده يعني، لكن انا اصلا كنت بحب دراسة المواد العلمية، يعني ما بحبش المواد الادبية اللي هي فيها حفظ كتير وكده. فدخلت الثانوية العامة وقسم علوم، وجبت طلعت منها بمجموع 85%. فطبعا المجموع ده في علم علوم ما يوديش حاجة طبعا، يعني كان ممكن يودي كليات مثلا زي تمريض وكده، لكن هتبقى في مناطق بعيدة عن منطقتي، فأنا يعني ما فضلتش كده. فجالي في التنسيق ان انا ادخل كلية الزراعة، وطبعا ناس كتير نصحوني ادخلها، لكن انا ما حبيتش الكلية. مش لان اعرف الكلية بتدرس ايه من اسمها كده، يعني كلية الزراعة انا ما حبيتهاش بصراحة يعني من اسمها. لكن بعد كده لما عرفت ان الكلية، لما دخلت الكلية اللي انا فيها وعرفت طبيعة دراستها ايه والاقسام اللي فيها، وانها كلها علمي، وحبيتها جدا وندمت فعلا ان انا ما دخلتش كلية الزراعة. لكن هو في الاول والاخر نصيب. يعني لو حد فيكم دخل كلية الزراعة، هي كلية جميلة جدا وكلية علمية وكلية حلوة ومفيدة، يعني ما هتتخرجي منها تبقى مثلا مهندسة زراعية، مش بالاسم ان انت تدرس زراعة، لا، بيدرسوا وراثة وبيدرسوا النباتات وبيدرسوا حاجات كتير جدا مفيدة. يعني مش يعني هتبقى حلوة للي حابب او للي هاوي الدراسة دي. المهم، فانا دخلت كلية تربية نوعية على اساس ادخل قسم حاسب آلي، بما ان هو بياخد من علمي. فقالوا لي لا، ان قسم حاسب آلي ده بياخد من علم رياضة وانا علم علوم. وانا بقى في الكلية خلاص بقى اضطريت اختار اي قسم. خلاص رحت الكلية وحولت من زراعة لكلية تربية نوعية، فلازم اختار قسم. فاخترت اعلى قسم في الكلية، واللي هو ايه، اعلام تربوي. عشان تشوفوا ان انا مثلا كنت في ثانويه عامه بدرس علمي علوم، ودخلت كليه بقى في الحياه الجامعيه بقى بدرس حاجه كلها ادبي، يعني قسم الاعلام ده والمواد التربويه كله ادبي وكله حفظ وكلها مواد علم نفس. وعندنا مثلا في الاعلام كنا بندرس تاريخ، وبندرس برضو مواد الإعلام، وزي المونتاج وزي الصحف والأخبار والإعلانات. كنا بندرس كل الحاجات دي. فيعني الدراسة بتاعتي شاملة، يعني درست الجنبين، يعني الجنب العلمي والجنب ايه الأدبي، والحمد لله.
وانا كمان في الحياه الجامعيه عايزه اقول لكم ان انا كنت متجهه، يعني الكليه او دراسه الكليه، المجال بتاع الكليه ما كانش اللي هو شادد انتباهي ان انا ابحث فيه واقرا فيه وكده، هو خلاص على قد الكليه والمذاكره والامتحانات وبس. لكن انا كنت حابه جدا وكنت مهتمه جدا، والحمد لله ان ربنا وفقني ان انا اهتم بالمجال ده، ان انا كنت بهتم بالعلم الشرعي. العلم الشرعي اللي هو دراسه الدين الاسلامي بتاعنا، وان احنا لازم على فكره العلم ده يعني عايزه اقول لكم انه انا بحس ان هو ضروره ولازم كلنا نتعلمه، اللي هو حتى الحاجات الاساسيات، يعني لازم كلنا نتعلم فقه الطهاره، فقه الوضوء، حاجات زي كده، تتعلم السيره النبويه. فالفترة دي اللي أنا كنت فيها في الجامعة يا بنات، كنت بحضر دروس في المساجد، يعني بعد ما خلص جامعتي وكده كان مثلا بيبقى فيه درس بعد العصر، درس بعد المغرب، فكنت بحضره طبعا لداعيات ربنا يجازيهم عنا كل خير. وعايزة أقول لكم إن أنا استفدت جدا، كنا بنحضر دروس في السيرة النبوية، وبنحضر دروس في الأحاديث، وكانت يعني وتفسير. وكمان أنا كنت رحت أحفظ قرآن في مركز المعصراوي في المنصورة. عايزة أقول لكم يعني حاجة، يعني الحمد لله رب العالمين، أحلى فترة وأحلى أيام قضيتها، والحمد لله إن أنا اتجهت الاتجاه ده. طبعا كان كل ده بعد ما خلص جامعتي. والحمد لله كمان اتعرفت على بنات وعلى صحبة أحسبها على خير، صحبة صالحة، ربنا يسعدهم. عايزة أقول لكم لما تيجوا تصاحبوا يا بنات، صاحبوا الإنسانة اللي على دين، اللي على خلق، اللي دايما تذكرك بربنا، لو حكت لها حاجة طب دايما ترجعك لربنا وتسألك عن صلاتك، عن صيامك، طب يلا نصوم، يلا نحفظ قرآن. هي دي الصحبة الصالحة. تعالوا بقى أقول لكم على القناة بتاعتي، وازاي انا فتحت قناة يوتيوب، وليه فتحت قناة على اليوتيوب. الاول اللي مش بيعرف يدخل القناة، هتفتحوا تطبيق اليوتيوب عادي جدا وتكتبوا في البحث اسم القناة جهاد شوقي الحديدي، وجنبها جهاد بالانجليش. هتطلع معاكم القناة بالشكل ده، دي صورة القناة. عايزه اقول لكم اللي عامل لي اللوجو القناه ده بنوته زي القمر، شكرا ليها جدا على اللوجو ده وعلى الصوره دي. بصراحه هي فرحتني جدا لما عملتها لي وبعتتها لي، وانا على طول يعني هي بتصمم حاجات زي كده، فانا على طول اعتمدتها للقناه بتاعتي ومش هشيلها ابدا. وشكرا ليها وربنا يسعدها زي ما فرحتني واسعدتني. ده شكل القناه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ودي الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. اللي مش عارف القناة ياريت يدخل كده ويشوف الفيديوهات، والله عاملة لكم فيديوهات حلوة جدا ومفيدة، ويعني كل وصفة في الوصفات اللي انا عاملاها في القناة دي انا عاملاها ومجربها اكتر من مرة، وكل مرة بتطلع ناجحة معايا. ولو مشيتوا على الطريقة والمقادير بنفس زي ما انا عاملاها كده تطلع معاكم احلى، وطبعا من ايديكم هتبقى احلى واحلى. دي حبيت يعني كده اوريكم جولة في القناة علشان تعرفوها اللي مش عارفها يعني. شايفين كده. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت قناة على اليوتيوب ازاي ومن امتى. انا على اليوتيوب بقالي 4 سنين، غير القناة دي كنت عاملة قناة قبلها قعدت فيها 2 سنين، وللأسف ما اشتغلتش وكان عليها مشتركين كتير وكده، فالقناة بتاعتي كان فيها مشكلة. طبعا انا كنت داخلة فاتحة اليوتيوب عادي بنزل اي فيديو اي محتوى اي حاجة على القناة بتاعتي، واكتشفت بعد كده ان ده غلط، وان اليوتيوب علشان تشتغل الصح في اليوتيوب، او بمعنى اصح لو انت عايزة تحقق الربح من قناتك على اليوتيوب، لازم تتبعي سياسة اليوتيوب وتعرفي كل حاجة وكل كبيرة وصغيرة، وازاي تنشري فيديو. ايوه مش اي حاجة تنشريها، ولازم الفيديو يكون اصلي والمحتوى خاص بيكي، ما يكونش عليه حقوق طبع ونشر، لان كل دي مخالفات، وطبعا كان عندي مخالفات بكده. فالقناة دي خلاص سبتها اللي هي القناة القديمة وفتحت قناة جديدة. انا عايزة اقول لكم ان انا كان جاي لي احباط وما كنتش هفتح قناة يوتيوب تاني، لكن اكتشفت ان انا عندي متابعين. والله بجد، اي نعم المشاهدات عندي ضعيفة،
ولكن والله كل شخص او كل واحدة بتدخل تتفرج على الفيديو بتاعه وتستفيد منه يعني هي تساوي عندي بمليون شخص. يعني شكرا ليكم، وانا بكون سعيدة جدا ان انا بفيدكم باي معلومة، باي فكرة، باي حاجة. ده اولا. بعد كده لقيت ناس بتقول لي لا اشتغلي، واحنا بنتابعك، احنا متابعين فيديوهاتك وبنستفيد منها ومش عايزينك توقفي. ففتحت القناة دي. فانا لما فتحتها وكده خلاص قلت حتى لو ما جاليش منها ربح، المهم ان انا هاخدها هواية وحتى هفيد غيري. وشكرا لأي حد بيقول لي كلمة حلوة وبيشجعني في القناة. اليوتيوب فيه أرباح ولا لأ؟ اليوتيوب طبعا فيه أرباح، ولكن للقنوات المليونية أو القنوات الكبيرة اللي عليها مشاهدات كبيرة، هي دي القنوات اللي بتحقق أرباح. لكن بالنسبة لقناتي قناة صغيرة يعتبر لسه مبتدئة، فالمشاهدات عندي متواضعة زي ما انتوا شايفين، فمفيش ربح. فأنا حبيت أعمل لكم الفيديو ده علشان تتابعوني وتتعرفوا عليا، وكمان تتعرفوا على القناة. واللي حابب يفتح قناة يا جماعة، عايزة اقول لكم ان الموضوع مش سهل بالمرة. لازم، انا كنت فاتحة اليوتيوب فكرة ان انا هنزل فيديو من هنا خلاص بقى هربح من هنا والدولارات هتيجي من هنا، لكن ده مش صح يا جماعة. علشان محدش يقول لكم القناة افتحوا قناة سهل، لا، ده شغل وتعب وتصوير فيديوهات ومونتاج ووقت وجهد، كل حاجة، زائد كمان نت وفلوس. يعني انت بتصرفي على النت ده اللي انت بتشتغلي بيه. فلازم فأنا قررت يعني ان الفيديوهات بتاعتي لازم تكون مفيدة بالنسبة ليكم، وشرف لي ان انتوا تتابعوني وكمان تنشروا القناة بين اصحابكم. يعني اكون شاكرة لكم جدا وجزاكم الله خيرا. والفيديو ده كان فيديو تعريفي بناء على طلبكم. ارجو بقى ان انتوا تتفاعلوا مع الفيديو، تضغطوا على زر اعجبني، تشتركوا لو لسه مش مشتركين، ابعتوا القناة بقى لاصحابكم، لمعارفكم، لاصدقائكم، شيروه على الفيس وعلى الواتس في كل حتة كده يعني، وكل الفيديوهات. وخدوا كده جولة في الفيديوهات وقولوا لي رأيكم، استفدتم ولا لا، الفيديو كان حلو ولا لا، كده. وما تنسوش تقولولي ايه هي الفيديوهات اللي تحبوا اقدمها في القناة، او قولولي حتى افكار لفيديوهات. وشوفوا الفيديو الاخير اللي انا عاملاه بتاع تجديد مطبخ وحمام، الحمام في شقة حماتي، وقولولي رأيكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.